ميم الخالد. أستاذ رياض الصيداوي، يعني تحدثت عن التأثير السلبي على يعني للخطاب الديني، وقلت الخطاب الديني الوهابي تحديدا وتأثير هذا الخطاب على مصر تحديدا. الأستاذ كمال جبريل أيضا يتحدث عن خطاب آخر مؤثر سلبا، هو الخطاب ما وصفه بالخطاب العلماني العروبي القومي أو القومجي. يعني لا تتفق أن هنالك أيضا خطاب آخر لا يقل سوءا عن الخطاب الديني الذي تتهمه أنت يعني بالتأثير السيء والسلبي على الحياة في مصر وفي غيرها من الدول العربية؟ لا يا سيدي، يختلف معك ومعه. أعتقد أن ثم فرق شاسع بين الحركات التقدمية اليسارية بشكل عام بما فيها الليبراليين الصديقين والحركات التخلف، حركات الوهابية، حركات غيبية تخدر المواطن العربي. لكن هذه الحركات تمتلك مليارات الدولارات. نحن نعيش زمن الانحطاط. أي عربي تسأله في الشارع يقول لك نحن نعيش زمن الانحطاط. في الستينات مهما يكن، ورغم أنه ثم مشكلة ديمقراطية، وأنا شخصيا كتبت وتحدثت وعندي كتاب حتى على صدام حسين وعلى الديكتاتورية البعثية إلى آخره، رغم كل ذلك على الأقل ثم مشروع تقدمي، ثم مشروع تصنيع وثم مشروع صناعة. المسألة الديمقراطية كانت متخلفة، نعم لم تكن في المستوى، لكن ثم مشروع عقلاني، بمعنى هذا اليسار الكبير بجميع طوائفه يحمل بذورا عقلانية في مشروعه، فشلت أو نجحت. هي واجهت الأخطبوط البترولي الوهابي الكبير الذي يمتلك مئات المليارات ولكن الدولار. ماذا يا أخي قرأت إحصائية قال أن السعودية نعم. صرفت السعودية صرفت على الوهابية أكثر مما صرف الاتحاد السوفيتي في ثلث قرن. صرفته من أجل نشر أنه ملائكة خضر تقاتل في الاتحاد السوفيتي، ثم ملائكة خضر ولكن أنتجت أسامة بن لادن. هذا الخطاب. نعم، ولكن في المحصلة، ولكن أسامة بن لادن، هذا الخطاب أنتج أسامة بن لادن. نعم، هذا معروف، ولكن في المحصلة ما الذي قدمته الحركة؟ نعم، اعذرني أستاذ كمال، دعني فقط أسأل الأستاذ رياض سؤال سريع جدا قبل الذهاب إليك. يعني أستاذ رياض، يعني في المقابل ماذا قدمت هذه الحركة اليسارية العربية اليوم؟ يعني أنت تتحدث يعني تجربة حزب البعث في العراق أنجز على مستوى التصنيع، ربما هناك تجربة تصنيع، ولكن بالأخير يعني حول جميع العراقيين تقريبا يعني إلى قطيع تحت هيمنة الحزب الواحد. ما يحدث في سوريا شيء مشابه ما يحدث في تونس، في بلدك تونس ذاتها، يعني يحكمها حزب واحد وبخطاب علماني. يا سيدي، هذا قلت وكتبت، هذا بلا موقعي الآن في انترنت ستجد مئات الصفحات في هذا المجال. إذا لا ألام في هذه النقطة. أنا ديمقراطي أولا وأخيرا. أنني أختلف معك في الرأي، لكنني أقاتل من أجل أن يكون لك حق الحديث، من أجل أن يكون حق حرية الرأي. من قال ذلك مونتسكيو، وأنا أعيده وأوقع عليه. فهذا ما معنى الديمقراطي وغير الديمقراطي. لكن بدون شك نحن نعيش عصر الانحطاط. أنا يؤلمني ما أشاهده في النايل سات وعرب سات من فضائيات غنية وثرية. وسبق معي عملنا برنامج معك، قلت لك المثقف يغرى الجنادرية تغري المثقف العربي سيدي هذا واضح، أغرته الملايين، ومصر ذهبت ضحية، أول ضحية لذلك. ولكن دعني أعود معك، أريد أعود إلى موضوع هذه الحلقة وأعود معك، وسؤال سريع أريدك أن تجيب بسرعة. يعني هل يكفي أن تدعي سلطة ما أو حكومة ما خطابا علمانيا معاديا ربما أو مختلفا مع الخطاب الديني لكي يعني يغض الطرف عنها؟ هل يكفي هذا؟ أجبني بسرعة شديدة لو سمحت. لا طبعا لا. لا بالنسبة لي طبعا لا. على الأقل رياض من جنيف طبعا لا. لا طبعا العلمانية ضرورية، لكنها خطوة مع الديمقراطية تتحول إلى الاتحاد السوفيتي، تتحول إلى الدكتاتورية. هذا كلام جميل. تخيف، لكن حسب رأيي تبقى أفضل بكثير من مجتمع البداوة ومن مجتمع الوهابية المغلق، لأنه عنده مشكلة مرأة ومشكلة حرية دين عبادة، مشكلة حرية دينات، مشكلة لبس، مشكلة جسد حتى يعني. طيب دعني أتوقف مع الأستاذ عمار علي حسن قبل الذهاب إلى الأستاذ كمال جبريل في القاهرة. أستاذ عمار، يعني أريد أن أسمع رأيك بين هذين الخطابين وأثرهما على الحياة العربية، ربما أثرهما على سكون هذا الشارع العربي. خطاب ديني، خطاب
قومي أو علماني لا ينتجان بالمحصلة النهائية يعني تحولا ديمقراطيا جديا وجذريا في هذه المجتمعات؟ يعني مبدئيا أنا أريد أن أفرق بين الدين والتدين وعلوم الدين. هناك مشكلة في علوم الدين في التدين وأشكاله، ليست هناك مشكلة في الدين. يعني حتى الآية التي يحتج بها لتعويق الثورة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الله وأولي الأمر منكم أي من اختياركم وليس أولي الأمر عليكم. لكن التأويلات تصب في صالح الحاكم للأسف الشديد، لأن جزء كبير من الفقه السني نشأ في أحضان السلطة السياسية الأموية والعباسية. لكن أيضا لا أستطيع أن أتحدث عن البداوة، لأن العلم بيقول لي أن المجتمع البدوي أكثر تمردا من المجتمع الحضري الذي يعيش مجتمع النهري نمط الإنتاج